عايز اقولك ان اهم واخطر قطعة موجودة في محرك عربيتك ملهاش اي اعراض تلف هو سير الكتينة. سير الكتينة هي القطعة الوحيدة اللي لو حصل فيها انقطاع، يعني اتقطعت من مكانها، ملهاش اي عرض تلف مسبق، غير البوجيهات، غير الفلاتر، غير الرشاشات. اي قطعة في العربية بتكون مسبوقة باعراض تلف، بتفهم ان العربيه مكتومه، العربيه بتقطع، العربيه بتاخر، ايا كان. لكن سير الكتينه هو القطعه الوحيده اللي لما بيحصل فيها عرض تلف ما بتديلكش اي مؤشر او اي انذار قبل ما بتتقطع. وعلشان كده احنا دايما بنحذر الناس وبنقول لهم انه من فضلكم وانت ماشي بعربيتك على اي سرعه كانت، سرعات بطيئة، متوسطة، عالية، ودايس على العربية عادي أو دايس على بدالة البنزين عادي، ومرة واحدة لاحظت إن العربية بطلت بدون أي مقدمات، يعني لا نتشت ولا اتخنقت ولا اتكتمت ولا الكلام ده كله، هي مرة واحدة بطلت، كأنك أنت اللي لفيت المفتاح وبطلت العربية. هنا في 50-60% شك إنه سير الكتينة اتقطع. فاحنا دايما بنحذر الناس وبنقول لهم اذا لقيت او حصل معاك العرض ده، لان هو العرض الوحيد اللي ممكن تستشعر منه انه سير الكتين عندك اتقطع. طيب فرضا انه العرض ده حصل معاك، تتاكد ازاي انه سير الكتينه فعلا هو اللي اتقطع؟ انزل افتح كبوت العربيه، قدامك حاجه من اتنين: يا اما تبص على السير وهو تحت الكفر لو في جزء منه باين او واضح او ظاهر، وتبص بعينيك على السير هل راكب في مكانه تمام ولا مهوي، لانك لو لقيت السير مهوي او مرتخي يبقى السير اتقطع. الحاجة التانية اللي ممكن تعرف منها سير الكتينة اتقطع او لا، بس محتاجة سنة احترافية، سنة: افتح غطا الزيت وخلي حد يقعد جوه العربية لو كان حد معاك، او تجيب اي حد ايا كان يدي بس سنة لفة، عارف انت، سنة بسيطة قوي، ما يدورش العربية، هو سنة. وبص بعينيك على عمود الكمات، لو عمود الكمات ملفش في السنة دي يبقى سير الكتين اتقطع. طب يا عم طارق ليه بقى كل اللفة دي؟ طب ما هو لما السير يتقطع هدور العربية واشوف اشتغلت او ما اشتغلتش، شغالة مش شغالة. ما ينفعش، لانه سير الكتينة زي ما قلت لك ملوش اي اعراض تلف. وللاسف لما السير بيتقطع وحضرتك بتدور العربيه مره واثنين وثلاثه، انت كده بتكسر الاجزاء الداخليه للمحرك. بدون دخول في تفاصيل فنيه، اعرف بس ان السير بتاع الكتينه لو اتقطع وحضرتك دورت مره او اتنين او ثلاثه، المحرك كده شكرا. بنغير بقى طقم مصباغات، وبنغير بقى فيلم بقى وبساتم، وقصه حزينه وكبيره جدا وبتخش في عمره. فمن فضلك اذا حصل معاك العرض ده والعربية بطلت بدون أي مقدمات، تاني بقول لك أهو بدون أي مقدمات، اوعى تحط إيدك على مفتاح العربية. وسير الكتينة بيتغير كل 60,000 بحد أقصى، أو سنة ونص بحد أقصى. يعني مش معنى إن حضرتك بقالك 3 4 5 سنين ماشي بالعربية وعملت مثلا 20,000 ما تجيش تقول لي أصل أنا كده مش هغير السير، ما أنا ما جبتش 60,000. للأسف ما ينفعش، أنت قدامك حاجة من اتنين: يا مدة زمنية سنة ونص، يا إما كيلومترات 60,000 كيلو بحد أقصى. ويا ريت في أي صيانة أنت بتعملها من فضلك خلي الفني يبص بعينيه على السير أو على البطن الداخلية للسير، يشوف هل السير مشقق أيا كان في أي مشكلة، بحيث إن هو ينبهك إن خد بالك إنه السير على وشك إنه يتغير. لأنه سير الكتينة زي ما قلت لك للأسف ملوش أي أعراض تلف، وهو القطعة الوحيدة اللي لو حصل فيها ضرر أو تلف وحضرتك ما تداركتش الأمر، انت ممكن تكسر المحرك بالكامل. بس على كده اتمنى ما اكونش طولت عليك. سلام عليكم.